السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، اليوم معنا قصة لاعب جديد. قصة لاعب كان بإمكانه أن ينافس أقوى اللاعبين في العالم، لكنه دمر نفسه. بإمكانه أن يصبح أعظم لاعب في جيله، كان بإمكانه أن ينافس ميسي ورونالدو، لكن شيئا ما حدث. هذه ليست قصة موهبة عادية، هذه قصة لاعب كاد أن يصبح أسطورة ثم سقط. ولد نيمار في الأحياء الفقيرة في البرازيل. كرة القدم كانت طريقه الوحيد للهروب. في نادي سانتوس بدأ يلاحظ شيئا غريبا، لم يكن مجرد لاعب، كان استعراضا متحركا، مراوغات، أهداف، جرأة لا تصدق. الجماهير قالت وجدنا خليفة بيليه. في سنة 2013 انتقل نيمار إلى برشلونة، هناك لعب بجانب الأسطورة ليونيل ميسي، وتحول إلى جزء من أخطر ثلاثي هجومي في أوروبا في العالم. دوري أبطال أوروبا، بطولات ملحمية، أهداف لا تنسى. ثم جاءت اللحظة التاريخية، الريمونتادا ضد باريس. برشلونة كان خاسر، الدقيقة الأخيرة نيمار يسجل، يصنع، يقود العودة. في تلك الليلة العالم قال لقد خرج من ظل ميسي، لكن ربما كانت هناك بداية النهاية. أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بمبلغ يفوق 200 مليون يورو. كل الأضواء عليه، كل الضغط عليه، كان يريد أن يصبح الرقم واحد، لكن إصابات متكررة، غيابات قبل مباريات حاسمة، انتقادات بسبب الحفلات والسهر. الجمهور بدأ ينقلب. في كأس العالم الأمة بأكملها وضعت حلمها عليه، لكنه سقط مصاب. ثم خرجت البرازيل، الكاميرات والتقطت الدموع. وهل كان يبكي بسبب الهزيمة، أم لأنه شعر أن المجد يبتعد؟ هل دمرته الإصابة أم دمرته الشهرة، أم أنه لم يكن يملك عقلية الأساطير؟ كان يمكن أن يكون في نفس مستوى ميسي ورونالدو، لكنه بقي دائما خطوة خلفهم. نيمار لم يكن مجرد لاعب، كان فرصة لتغيير تاريخ كرة القدم، لكن التاريخ لا يرحم والأساطير لا تنتظر. هل نيمار أسطورة مظلومة أم موهبة ضائعة؟ اكتب رأيك في التعليق. تعرف في الامور حتى التجاريه، يقول لك المكان اللي جابك